وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي. أود سؤالك بداية. طبعا بالنسبة لسجن حلب المركزي، آخر التطورات، هناك أنباء عن تحرير بعض الأسرى، هل تؤكدون أم تنفون أيضا هذه الأخبار؟ أولا سيدي، اليوم بالنسبة لمدينة حلب يوم حافل، يوم تدور فيه اشتباكات في أغلب مناطق حلب وليس فقط في منطقة السجن المركزي. بالنسبة لمنطقة السجن المركزي تدور اشتباكات بشكل يومي أخي الكريم. يقومون الأبطال الجيش السوري الحر بدك السجن المركزي ومعاقل قوات النظام بالسجن المركزي، ويقومون بتحرير بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر السوري، بالتعاون معها يقومون بإخلاء بعض الأسرى من داخل السجن بالتفاوض مع قوات النظام. يعطونهم الطعام للمساجين، ويخرجون بعض الأسرى من داخل السجن. طيب باقي مناطق حلب وريفها؟ نعم أخي، تدور اشتباكات عنيفة في أطراف حي الخالدية بين كتائب الثوار وقوات النظام، حيث استهدفت الثوار قوات النظام في محيط معامل الدفاع بمدفع محلي الصنع، وحققوا إصابات مباشرة في صفوفهم. واستهدفت قوات النظام القسم المحرر من حي الأشرفية بالرشاشات الثقيلة، في حين رد الثوار باستهداف أماكن تجمعات قوات النظام بقذائف محلية الصنع. وقامت قوات النظام باستهداف حي الميسر بقذائف الدبابات صباح اليوم، فيما لم ترد معلومات عن إصابات. قامت أيضا قوات النظام استهداف أحياء بستان القصر والكلاسة بقذائف الهاون، واقتصرت الأضرار على الماديات. فيما استهدفت مدفعية النظام حي المعادي، وأسفر عن هذا الاستهداف مقتل شخصين وجرح 5 آخرين. كما شهد حي الشيخ مقصود قصفا مدفعيا عنيفا من المناطق المحيطة به، والواقع تحت سيطرة قوات النظام، واقتصرت الأضرار الناجمة عن هذا القصف على الماديات. فيما شهدت أطراف الحي أيضا اشتباكات متقطعة بين كتائب الثوار وقوات النظام. وإلى ضاحية الحمدانية الواقع تحت سيطرة النظام، وحسب ما أفاد ناشطون فقد أجبرت قوات النظام السكان على إخلاء منازلهم، ونفذت حملات سرقات ضخمة بعد اقتراب جيش الحرب من المنطقة، وذلك لإلصاق تهمة السرقات بهم. وننتقل إلى الريف الحلبي. لا، قبل ما نروح إلى الريف، بس موضوع الحمدانية هذا موضوع جديد، أين ذهبوا بكل هؤلاء الأهالي؟ لا نعلم أخي، لقد طردوهم من منازلهم، وقوات النظام لا يهمها الأمر، لا يهمها أمور المدنيين. لقد طردتهم من منازلهم وليتدبروا أمورهم لكي يناموا في المدارس، في الحدائق العامة، لا يهمهم الأمر. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب إلى الريف والقصف الذي تتعرض له الباب وشويحنة وتقاد. نعم، الطيران الحربي لقوات النظام استهدف مدينة الأتار وبلدة عنجارة أيضا، بالإضافة للبلدات التي ذكرتها أنت الغربي بالرشاشات الثقيلة، فيما لم ترد أنباء عن إصابات. وقام الثوار صباح اليوم باستهداف قوات النظام المحاصرة في مطار منخ العسكري بقذائف الهواء محلية الصنع، فيما استهدفت مدفعية النظام بلدتي كفر حمراء ومعارة الأرطيق دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين. نادر خيام، أشكرك شكرا جزيلا يا نادر. حدثنا من مدينة حلب، ومنها ننتقل إلى مدينة الأسود دير الزور، وفيها قصفت